السؤال ده بقى جديد خالص، انا اول مره اشوف الفكره دي. جايب لك تو ايكويشن وبيقول لك انهي بوينت موجوده في الايكويشن، فانا هفترض اكس وواي. طبعا الاكس في ار فدي اسهل، هعوض بالاكس في ار في الايكويشن السهله اللي فوق، مش هاخد الارقام المجعلظه. هتبقى 8r بلس 7y ايكوال 5. ان ترمز اوف بقى هخلي الاكس الواي لوحدها، انا عايز اشوف الواي هل هتطلع الاجابه ايه ولا الاجابه بي. تعالوا نجرب. هنودي ال7 لا هنودي ال8r بقى يا عم ايمن، ايه انت غلطت ولا ايه؟ هنودي ال8r الناحيه الثانيه، هتبقى 7y بتساوي 5 ماينس 8r او ماينس 8r بلس 5. وبعد كده هنعمل ديفايدد ايه؟ ديفايدد 7. برافو يا مستر ايمن برافو. تبقى الواي بكام؟ ماينس 8 اوفر 7r بلس 5 اوفر 7. هل ده موجود في A او B؟ هل الواي طالعه بالقيمه؟ لا A غلط وB غلط. نعمل ايه بقى بعد كده؟ ناخد بقى نجرب الار اللي موجوده في الواي. المره دي بقى هنحط الار في الواي. يا سلام يا مستر ايمن، فكره جديده سريعه انجزت السؤال. السؤال خض طلبه كتير جدا في الامتحان. حط الار اهو بدل واي ار 5 تبقى 8x بلس 7r بيساوي 5. هنجيب الاكس بقى، لو الاكس طلعت مظبوطه هي، لو ما طلعتش نختار دي على طول. يلا 8x بيساوي ماينس 7r بلس 5 هنقسم على 8 هتبقى اكس بتساوي ماينس 7 اوفر 8r بلس 5 اوفر 8. الله حاجه جميله خالص اهي. بص طلعت سي. لو كانت غلط كنت اختار دي من غير ما اعمل اي حاجه. سهله جدا، سؤال لطيف وجديد حقيقه، جديد ما اقدرش انكر ان هو جديد، فكرته جديده عشان لو جه في الامتحان تفتكر ان مستر ايمن هو اللي شرحه لك. انا سعيد بيكم جدا. السؤال ده سؤال حلو خالص وبيتكرر في امتحانات، لا هو بصراحه مش تكرار مش كتير قوي بس يعني موجود. شكرا ليكم، اشوفكم في المراجعات بتاعتنا، مراجعات قويه جدا، والكورسات التاسيس كمان حلوه قوي. اشوفكم بخير، شرفتوني ونورتوني. معاكم مستر ايمن تامر.